السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. شايفين الجمال اللي قدامكم ده؟ بنشتريه من الفران، غالي جدا. شايفين بقى الطراوة؟ الله على الريحة بقى، مش قادرة اقول لكم. ده بوريك بالجبنة. عملناه بطريقة سهلة جدا وغير مكلفة وبطعم حلو قوي. ممكن ينفع لأطفالك في اللانش بوكس، ينفع في عشاء، ينفع في فطار، وضمن نظافته. بس في البداية بقى، قبل ما نخش على الفيديو، نحط لايك للفيديو ونشترك في القناة ونفعل الجرس ونشوف المكونات بتاعتنا. بسيطة جدا، مش هاخد منك اي مجهود. بينا ندخل يلا على الفيديو. تمام كده. في البداية هجيب كوباية مية دافية واحطها في بولة. هحط 3 معالق سكر. هحط كيس خميرة فورية واقلب. هحط معلقتين حليب بودر. هحط ربع كوباية زيت عباد الشمس او ذرة. هحط معلقة صغيرة بيكنج باودر. هحط 3 معالق زبادي بالشكل ده كده. هحط معلقتين صلصة معجون. تمام. واقلب بقى كل المكونات بتاعتي دي كده. تمام. نيجي بقى للدقيق بالكوباية المعيارية. هحط 4 كوبايات دقيق واشوف العجينة بتاعتي محتاجة دقيق تاني ولا ايه. اعجن بقى كده عشان ما احطش كل الدقيق والعجينة بتاعتي ايه، تبقى ناشفة. تمام. وهقول لكم نصايح على العجن واحنا في الفيديو، واقول لكم ازاي التسوية، واقول لكم ازاي المعجنات بتاعتك تطلع هشة وطرية. انا نسيت احط ذرة ملح، حطيت ملح. ولميت العجينة بتاعتي، احط بقى شوية دقيق كده على الرخامة وننزل بالعجينة ونفضل نعجن فيها شوية حلوين. تمام، عشان تديني عرق وتطلع المعجنات بتاعتي هشة وطرية. تمام كده. عجننا فيها شوية حلوين كده. تمام. لسه اللي ناس اللايك يحط اللايك ويشترك في القناة ويفعل الجرس ويقول لي بيتفرج عليا من انهي بلد. احط بقى معلقة زبدة كده من على الوش بعد ما خلصت عجن. وابتدي بقى ايه، ادخل الزبدة كده في قلب العجينة. تمام. واديها ايه عجنتين كمان لحد ما تديني عجينة ناعمة ملساء. تمام كده. شايفين العجينة عاملة زي اللبانة؟ خلاص كده خلصنا عجن. احط بقى العجينة بتاعتي في البولة كده مدهونة زيت. تمام. كده زي الفل. شايفين العجينة طرية ازاي؟ اغطيها بقى بفوطة بستريتش، بس يفضل الاسترتش احسن عشان بيخلي العجينة تخمر بسرعة. تمام كده. خلاص العجينة بتاعتنا خمرت. هنفرغ بقى منها الهوا كده واقسم العجينة بتاعتي على مقاس البوريك اللي انا عايزاه. تمام. اهو في حجم البيضة كده يعني. ابتدي بقى ايه، اقسم العجينة واكورها كور صغيرة كده بالشكل ده كده. تمام. بعد ما خلصنا وقسمنا العجينة، اغطيها بقى عشان ما تنشفش. ونجيب بقى الجبنة بتاعتنا تكون جبنة براميلي، ما فيهاش مية، مش طرية، عشان متطلعش من البوريك وهو بيستوي. تمام كده. وابتدي افرد اول كورة حطيتها في الصينية. وابتدي بقى ايه، احط معلقة جبنة. تمام كده. تمام. والف بقى ايه واقفل كده على الجبنة
اقفل كويس عشان ما تطلعش في السوا، والفها زي ما انتوا شايفين كده. وبرضو اقفل الاطراف كده كويس قوي عشان ما تفتحش مني. تمام كده. واحطها بقى في الصينيه بتاعتي. هعمل لكم واحده تاني عشان تشوفوا الطريقه ايه. تمام كده زي الفل. هقفل برضو على الجبنه بالشكل ده كده، واروح لفاها. لو الجبنه طريه هتطلع منك وهيلزق، وهتبقى بقى ايه الشكل مش حلو. تمام. عايزه اقول لكم مفيده لاطفالكم في ان فيها لبن، قصدي فيها لبن بودر، فيها دقيق، فيها يعني فيها كل من العناصر الغذائيه، فيها زبادي. تمام. فلو اتحطت في اللانش بوكس او ولادك فطروا بيها قبل ما يروحوا المدرسه، هتكون مفيده جدا وسريعه، وتوفر عليكي وقت. يعني ممكن تحطيها في كيس وتحطيها في الفريزر، تطلعيها تسخنيها في الميكروويف، هتبقى كأنك لسه عاملاها. تمام كده. بعد ما تخمر العجينة بتاعتنا، هولع الفرن. عشان ايه؟ قبل ما احط التسوية تكون الفرن بتاعتي سخنة، لان انا لو حطيت المعجنات بتاعتي في الفرن وهي الفرن مش ساخن مسبقا، هتبقى العجينة تنشف منك. تمام. لازم الفرن تبقى سخنة. ونحط على الرف الوسطاني، اذا كان عندك شواية تولعي الشواية مع الشعلة اللي تحتانية، التسوية تطلع معاكي مظبوطة، مش هتاخد معاكي ربع ساعة. تمام. مفيش شواية ممكن تولعي المروحة، هي بتغنيك عن الشواية. الف بقى كده البوريك زي ما انتوا شايفين عشان انجز. عملت كذا واحدة مع بعض كده. تمام. انجازا للوقت. عايزه اقول لكم بتشتريها غاليه جدا من الفرن، وتحس ان هي بتدهن كده في بقك. انما دي صراحه خفيفه واكلها حلو، وريحتها بقى مش قادره اقول لكم، معبيه البيت. تمام. انتوا شايفين لونها عامل ازاي، ولسه بقى ما تطلع من الفرن تحفه. بعد ما خلصنا، جبت بقى بيضه، وجبت معلقه زبادي ومعلقه خل، وربيتهم كده مع بعض، وادهن بقى وش البوريك بتاعنا كده بالشكل ده كده. تمام. بعد ما دهنا الوش، نحط بقى حبة البركة كده زي الفل. تمام كده. اللي نسى اللايك يحط اللايك ويشترك في القناة ويفعل الجرس. تمام. خلاص خلصنا وحطيناها واستوت. ايه رأيكم بقى؟ يا رب فيديو النهاردة يكون عجبكم. اسيبكم في رعاية الله، احلى واغلى متابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.